السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل عشاق النخيل في كل الوطن العربي. منور يا حاج علي. اليوم خامس يوم العيد الصغير، اليوم الثلاثاء 25/4/2023. الله يجعله موسم مبارك علينا وعليكم وعلى كل الوطن العربي. خلي بالك من الذكر اللي انت شايله ده يا ولدي. ذكر بنزرع في ذكورة نخل، ذكورة فيوم، بنزرعها في الواحات البحرية ما شاء الله، لصاحبها الحاج علي، وبيشتغل معانا بنفسه. هو الله يبارك له والله يديه الصحة. منور يا حاج علي، الله يعطيك العافية. بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن، الله أكبر. أرض جميلة جدا هنا، بسم الله ما شاء الله. زراعة بسم الله ما شاء الله، زراعة نخل سيوي هنا، وفيه مجدول برضو. دول آخر 3 فصائل مجدول في الكمية كلها إن شاء الله، هنزرعوهم برضو إن شاء الله. جايين مع النخل دول مجدول أهو، جايين مع النخل الذكورة. بقية الطلبية كلها ما شاء الله نخل ذكورة، اللي يحتاج أي كمية من الذكورة. فصائل أحجام كبيرة بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين أهو. معظمها بنت جورة، ذكورة فيومي ما شاء الله. تو نوريكم معظم النخل بسم الله ما شاء الله طارح. معظم الذكورة طرحة ما شاء الله. افضل من انك تيجي في وقت الموسم تحير، تقعد تقول مثلا اروح اجيب طلع من الفيوم، هجيب مش عارف ايه. خير من تقعد تجيب طلع والتعب في نفسك، والطلع هو جاي لك يبوظ. فالافضل ان اي حد زرع كميه نخل، الافضل ان هو يزرع ذكوره يعني في نفس المزرعه. لما بتبقى الذكوره عندك في قلب المزرعه، ما تحيرش كل سنة في موضوع الطلع. والطلع لما يجي لك من مسافة بعيدة بيبوظ، بيحصل فيه بيخمر على بعضيه، بيحمى على بعضيه. لكن لما يكون الطلع عندك في المزرعة، حتى لا قدر الله كان ما فضيتش في وقت التلقيح، ما لقحتش، النخل يلقح بعضيه وتطلع نسبة العقد عندك مش أقل من 70%. ربنا يجعله موسم مبارك علينا وعليكم وعلى كل الوطن العربي. ما شاء الله ذكوره بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله. معظم الذكوره كلها طرحه ما شاء الله. ربنا يجعله موسم مبارك علينا وعليكم بالخير ان شاء الله عام 2023.